السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم زيتون الكحل او الزيتون الاسود ان شاء الله. كاينين جوج طرق، غادي ندير معكم وحده غير غادي نشرحها معكم. كما كتشوفوا عندي الزيتون هنا بطبيعة الحال مغسول ومسقطر، وعندي الملحة بدون مواد حافظة. كيجي غزال ورائع، غير تبعوا الطريقة وإن شاء الله غتولي معتمدة عندكم. فاش توصلوا لقيت هاد الزيتون غتمشيو تجريو باش تشريو الزيتون تصايبوه على يديكم. كاينة الطريقة الأولى، كنجيبو الخنشة ديال الدقيق بطبيعة الحال خاوية، كنعمرو فيها الزيتون الكحل قياس شحال ما كان عندكم، كيلو جوج ثلاثة ربعة خمسة، كل واحد على قد الاستطاعة ديالو. كنجيبو الملحة عينكم ميزانكم، غير كتشوفوا الزيتون تلبس كامل بالملحة لأن الملحة اللي كطيب. كنزيروه مزيان، كنديو نجيبو في ديك الخنشة ونزيروه مزيان عفوا، كنزيروه مزيان ونتقلوه سواء بشي بوطة شي حاجة عندكم ثقيلة، ياجور طوبية اللي كانت عندكم شي حاجة ثقيلة كتقلوه بها. تاني هاد الطريقة الثانية كنديروا فهاد سواء عندكم بيدة 5 يطرو اولا بحال هاد البواطه اللي عندي، ولا شي طارو كبير. المهم نتوما ديك الساعات لكم الاختيار، المهم تكون شي حاجه كتشد مزيان ما غيدخلهاش الهواء. كما قلت لكم عندي انا هنا 5 كيلو، هاد البواطه كتهز 5 كيلو. هانتوما غادي ندير الملحه، غادي نعمر عليها الملحه ونديه نجيبو حتى تشوف الحبات ديال الزيتون تغطاو بالملحه. هانتوما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله كلشي على عينيكم. بالنسبه للملحه، كتمشيو للعطار كتقول لهم بغيت الملحه الحرشه اللي كتصلح للزيتون الكحل، ولا اللي ما عندوش وما قريبش حتى العطار غير الملحه ديال اللي كنطيبوا بها يديروها. غير شنو الفرق اللي بيناتهم؟ الملحه الاخرى كطيب الزيتون وما كيجيكش الزيتون مالح. كما كتشوفوا هنايا كنبقى نحرك في داك الطويصه ولا البواطه حتى كتشوف بان، شوفوا كنطلل انا على الزيتون بان يعني كل ما بين حبه وحبه راه داخله الملحه. وواحد الحاجه باش تشدوا عليه مزيان، وكل سيمانه غنبقاو نحركوا فيه شويه، نديوه نجيبوه غير بحال هكا كما كتشوفوا دابا كنحركوه شويه شويه لان كتنزل ديك الملحه لتحت. كل سيمانه نحركوه شي شويه حتى تكمل مده شهر. مدة شهر كيجي هو هذاك، لكن نتوما غادي تذوقوا فاش يوصل شهر. غنحل عليه وندوق واحد الحبه. هانتوما كما كتشوفوا هنايا راه فاتت مدة شهر، لان انا مصوره الفيديو من قبل باش نصور معكم جميع المراحل. هانتوما هنايا غادي تشوفوا غادي نحل واحد الحبه حداكم، لان فاش كيكون الزيتون باقي ما طاباش كتحلو كتلقاه بيض من الداخل، ولا فيه واحد ديك الماده اللي فيه الداخل كتكون بيضة. هانتوما غادي نحلو دابا، راه كحل من الداخل. هو هذاك الصراحه اللي كيعرف ياكل الزيتون هو يكون باقا فيه شويه المروره ديال الزيتون سواء خضر ولا كحل. ضروري انا فيديوهات ديالي كيبانوا فيه المشيشات، شوفوا تبارك الله كي داير. ما نقول لكمش غزال غزال غزال، غير جربوه وغادي تشوفوا. واللي يجي عندي والله العظيم كيذوق وكيقول لي منين بلاصه شريتي، ما مالحش وطيب زوين وما كيديرش في المعده، ما كيدير لا حرقه لا والو. قلت لهم ان شاء الله دابا نشارك معكم الطريقه ديال الزيتون. هانتوما كما كتشوفوا هنايا غادي نغسلو ونجيب واحد الشبيكه نخليه يسقطر واحد شويه، وغادي ننشرو مدة 3 أيام في السطح. كنشرو في الصباح، والعشية كنجمعو. كنستمر هذيك الطريقة مدة 3 أيام صافي. غير كينشف كندهنو بالزيت. شوفوا ماشي ضروري ديروا زيت العود، هي زيت المائدة، لان دابا كتعرفوا مع هاد الغلا ديال زيت العود راه ولات راكم عارفين اللي كاين. هانتوما كما كتشوفوا هنايا جبت انا تعمدت نجيب هاد الشاصيه ديال الدقيق، حتى فاش كيتالي لي الدقيق تنحتفظ بهم لان كينفعوا. بحال الزيتون كيطلق دابا الا درتي شي زار ولا شي فوط ولا شي حاجه كون على يقين ما غاديش تعاود تستعمليهم. هذه من الاحسن، كينشف ليك الزيتون دغيا وما كتشدش الماء، كتجي عمليه احسن.
راه كاين الريح في السطح، داك الشي باش شادة بداك المحيبق الصغير ديال الوريدات. كما قلت لكم هاد الطريقة هادي غنخليه 3 ايام، 3 ايام كنشمشو، ومن بعد نتوما غادي تشوفوا معايا غادي ندهنو في البواطانيت اللي كانت فيه، وكنشد عليه، وكيبقى عندي بحال يلاه صايبتو يدوز لك عام وعامين، ما شاء الله كيجي غزال. ما كملت لكمش لان ماشي ضروري ديروا زيت العود في الدهين، لان سبحان الله العظيم زيتون الكحل كيكون مجهد. فاش كتكبي عليه ديك الزويته ديال زيت المائده كتديه وتجيبيه، كتجي صراحه الزيتون كيطلق في ديك الزيت بحال شي فاش كتاكليه ما كتبانش المذاق ديال زيت المائده، بالعكس بحال درتي ليه زيت العود. ايوا هادشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله هاد الطريقه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير ان شاء الله. هانتوما هذا دابا ديروا في هاد البواطه هذا ونسايه، كينفع الصراحه، كتكون فيه البركه. وان شاء الله من بعد غادي نشارك معكم واحد الشرموله ديال زيتون الكحل ان شاء الله بالزعتر. نتمنى تنال اعجابكم ان شاء الله، غادي نشاركها معكم في هاد الايام باذن الله. وهذه هي الطريقة التقليدية اللي بدون مواد حافظة. وكنشكركم جزيل الشكر، لا بالنسبة للجداد عندي في القناة ولا القدامين، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. وكنقول لكم ما تنسونيش بجيم وشي تعليق يكون زوين ومحفز باش نزيدو نعطيوكم اكثر، واللي كيعرف شي حاجة كيشاركها مع الاخوان والاخوات. كنشكركم جزيل الشكر ومع السلامة.